في أعماق الصحراء الكبرى تهمس الرياح بأسطورة قديمة. يحكى عن مدينة غنية بشكل لا يصدق ضاعت من العالم. إنها مدينة الذهب، مكان مليء بالثراء الفاحش والكنوز التي لا توصف، حتى رمالها تلمع بوعد بالذهب. ولقرون أثارت هذه الحكاية قلوب وعقول الحالمين والمغامرين على حد سواء. تتحدث الأسطورة عن حضارة قوية ومزدهرة، حضارة بنت مدينة من الذهب، منارة ساطعة في قلب الصحراء. لكن الجشع والحسد استهلكهم، مما أدى إلى سقوطهم، فابتعلتهم الصحراء القاسية والشاسعة بكملة المدينة، واختفت تحت الكثبان الرملية، ولم تترك وراءها سوى الهمسات والأحلام. إن قصة مدينة الذهب هي أكثر من مجرد حكاية. إنها أسطورة قديمة تتحدث عن مدينة مفقودة مليئة بالكنوز. إنها منسوجة في نسيج الفولكلور المغربي، حيث يرويها الناس في ليالي الصحراء الباردة. تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل، كل جيل يضيف إليها تفاصيل جديدة وأسراراً غامضة. وتتحدث عن زمن كان فيه العجب والغموض يسيطران على كل زاوية من زوايا الصحراء. البعض يرفضها باعتبارها مجرد خرافة، قصة تروى لإثارة الخيال. ومع ذلك يتشبث آخرون بالاعتقاد بأن المدينة موجودة بالفعل، مخفية تحت الرمال. إنهم يسمعون الهمسات في رياح الصحراء تحثهم على كشف أسرارها وتدفعهم للبحث بلا كلل. على مر القرون سعى الكثيرون وراء مدينة الذهب، متأملين في العثور على الثروات. غامر المستكشفون والعلماء وصائدو الكنوز في الصحراء القاسية، متسلحين بالأمل والإصرار. كان يدفعهم حب المغامرة ووعد بثراء لا يصدق، حلم يراودهم في كل خطوة. عاد بعضهم خالي الوفاض مهزوما بقسوة الصحراء، بينما اختفى آخرون بلا أثر، واختفى آخرون بلا أثر، وأصبحت مصائرهم مرتبطة إلى الأبد بالأسطورة التي سعوا وراءها، تاركين خلفهم آثارا غامضة. إن البحث عن مدينة الذهب ليس للقلوب الضعيفة، فشكل الصحراء الكبرى خصما هائلا. تمتد الكثبان الرملية الشاهقة إلى ما لا نهاية نحو الأفق، وتحرك الشمس الحارقة بلا رحمة. فقط الأشجع والأكثر تصميما يجرؤون على تحدي أعماقها. وعلى الرغم من المخاطر تستمر الأسطورة في جذب الناس، فكل بعثة ناجحة كانت أم لا تضيف طبقة أخرى إلى اللغز. يتم فحص الخرائط القديمة والحديثة بحثاً عن أدلة، ويتم تحليل صور الأقمار الصناعية بحثاً عن أي علامة على المدينة المفقودة. إن السعي وراء مدينة الذهب هو شهادة على روح الإنسان الدائمة للاستكشاف وإيمانه الثابت بالمستحيل. يردد اسم واحد بشكل بارز في سجلات مدينة الذهب: أحمد البكري. كان أحمد البكري شخصية بارزة في التاريخ الإسلامي، وقد ترك بصمته في العديد من المجالات. لم يدع هذا الجغرافي والعالم الشهير من القرن ال11 أبداً أنه عثر على المدينة، ومع ذلك كانت كتاباته مليئة بالتفاصيل المثيرة التي جعلت الكثيرين يتساءلون عن حقيقة وجود هذه المدينة. لكن كتاباته تحتوي على رواية مقنعة. كانت هذه الروايات مليئة بالوصف الدقيق والتفاصيل التي جعلت القراء يشعرون وكأنهم يعيشون في تلك الحقبة. يصف البكري مدينة مزدهرة في قلب الصحراء. كانت هذه المدينة بحسب وصفه مليئة بالحياة والنشاط، وكانت مركزاً للتجارة والثقافة. ويتحدث عن مكان يتميز بالثراء والعظمة الهائلة. كانت المدينة تحتوي على أسواق مزدهرة وقصور فخمة، مما جعلها تبدو وكأنها جنة على الأرض. فهل يمكن أن تكون هذه هي مدينة الذهب الأسطورية؟ كانت هذه المدينة محط أنظار الكثيرين، وكان الجميع يتساءل عن مكانها الحقيقي. إن أوصاف البكري الدقيقة تلهب الخيال. كانت هذه الأوصاف مليئة بالتفاصيل التي جعلت القراء يشعرون وكأنهم يعيشون في تلك الحقبة. فهو يسرد تفاصيل عن أسواق المدينة الصاخبة المليئة بالذهب والأحجار الكريمة. كانت هذه الأسواق مكاناً للتجارة والتبادل الثقافي.
حيث كان الناس يأتون من جميع أنحاء العالم، ويكتب عن قصور فخمة جدرانها مزينة بنقوش معقدة. كانت هذه القصور تعكس الثراء والثقافة العالية التي كانت تتمتع بها المدينة. وبينما يعتقد البعض أن روايته مجازية، يرى آخرون أنها دليل ملموس. كانت هذه الروايات محط جدل كبير بين العلماء والمؤرخين. فهل يمكن أن تكون كتابات البكري هي المفتاح لكشف أسرار مدينة الذهب أخيراً؟ ربما تكون هذه الكتابات هي الدليل الذي نحتاجه لاكتشاف هذه المدينة الأسطورية. إذا كانت مدينة الذهب موجودة، فإنها لا تزال مخفية ببراعة. في مكان ما تحت هذه الرمال المتحركة، قد تكون هناك أسرار لم تكتشف بعد، تنتظر من يكتشفها. لقد تغيرت الصحراء الكبرى وشكلت نفسها على مدى آلاف السنين. هذه الرمال التي تبدو بلا نهاية قد تكون قد غطت على حضارات قديمة، مدن كانت تعج بالحياة. فما كان في يوم من الأيام مدينة صاخبة قد يكون مدفونا الآن تحت مئات الأقدام من الرمال. ربما كانت هناك شوارع وأسواق، منازل وقصور، كلها الآن تحت هذا البحر من الرمال. وتعمل رياح الصحراء العاتية كممحاة طبيعية، مخفية أي أثر لوجودها. هذه الرياح لا تترك شيئا خلفها، تمحو كل شيء في طريقها. ومع ذلك فإن عدم وجود دليل قاطع لا يضعف من عزيمة أولئك الذين يؤمنون. الباحثون والمستكشفون لا يزالون يأتون إلى هنا، يبحثون عن أدلة، عن آثار، يجادلون بأن الصحراء تخفي أسرارها بشكل محكم في انتظار الوقت المناسب لكشفها. ربما تكون هناك كنوز دفينة أو مخطوطات قديمة تنتظر من يكتشفها، ويشيرون إلى القطع الأثرية القديمة التي تم العثور عليها في المنطقة كدليل على أن هناك المزيد مما لم يكتشف بعد. همسات عن حضارة مفقودة تنتظر من يعيد اكتشافها. هذه الحضارة قد تكون مفتاحاً لفهم تاريخنا، لفهم كيف عاش الناس في هذه الأراضي القاسية. تكثر النظريات حول الموقع الدقيق لمدينة الذهب. يعتقد البعض أنها مختبئة تحت عرق الشبي، وهي مساحة شاسعة مذهلة من الكثبان الرملية في المغرب. بينما يشير آخرون إلى وادي درعا، وهو طريق تجاري تاريخي كان يربط المغرب ببقية إفريقيا. ومع ذلك يخمن آخرون أن المدينة مغمورة تحت بحيرة صحراوية، أسرارها مخفية تحت سطح الماء. كل نظرية جديدة تغذي الخيال وتلهم إلى المزيد من الاستكشاف. إن الصحراء الكبرى على الرغم من ظروفها القاسية تتمتع بجاذبية لا يمكن إنكارها. إنها مكان للغموض والعجب، حيث يتشابك الماضي مع الحاضر. ربما تكمن الجاذبية الحقيقية لمدينة الذهب ليس في وعدها بالثراء، بل في روح المغامرة التي تجسدها. إنها تمثل إثارة المجهول وتحدي كشف ألغاز الماضي. إن البحث عن المدينة هو دليل على رغبة الإنسان في الاستكشاف وفي تجاوز حدود العالم المعروف. إن مدينة الذهب، سواء كانت حقيقية أم مجرد نتاج خيالنا الجماعي، تشكل تذكيراً قوياً. فهي تذكرنا بأن هناك لا يزال هناك ألغاز يجب حلها وعجائب يجب اكتشافها. إنها منارة تنادي المغامرين والحالمين داخلنا جميعاً. لا تزال أسطورة مدينة الذهب حية تتناقلها الأجيال. إنها قصة الطموح والجشع وطبيعة الثروة الزائلة، لكنها أيضاً قصة الأمل والمغامرة والروح البشرية الدائمة للاستكشاف. قد تظل مدينة الذهب إلى الأبد لغزاً ضائعاً في رمال الزمن، لكن الحلم، جاذبية المجهول، لا يزال يلهمنا ويثير فضولنا. إن الصحراء تهمس بأسرارها على الريح، فهل ستصغي إلى ندائها وتنطلق في مغامرتك الخاصة للبحث عن مدينة الذهب؟